السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. غنبدا معكم اول درس لتعليم الكروشي للمبتدئين. اول درس غيكون عبارة عن عقدة البداية وغرزة السلسلة. وقبل ما نبدا نخدموا معاكم ونشوفوا كيفاش تخدموا، غنعطيكم واحد النصيحة لأول مرة للمبتدئات اللي غادي يشدوا الإبرة وغيشدوا الكروشي. يعني لأول مرة تشدي الكروشي والإبرة، يعني خاصك تاخدي يعني خيط الصوف يكون غليظ غليظ على واحد، ما تاخديش على جوج. انا غير بغيت نوريكم. والكروشي رقم 0 يكون متوسط، هذا كيجي فيه الخدمة يكون زوين، تيخدم مزيان. اما رقم 3 شوية. المهم يعني تعلمي تخدمي بالكروشي غليظ باش ما يجوكش يعني الا خديتي كروشي رقيق غتجيك الخدمه يعني فيها العيون صغار. اما الا خديتي الكروشي غليظ غادي يجيك العيون كبار وتعلمي عليهم باش تعودي تعرفي كيفاش تخدمي. وغنبداو على بركه الله عقده البدايه. كنشدوا الخيط بحال هكا، يعني هذه مطلوقه في هاد اليد اليمنى، كنشدوا على اليسار وكنشدو على جوج صباع، كنلفو الخيط على جوج صباع وكنديرو اكس. كنشدو الكروشي على اليسار وكنخشوه من التحت من هاد سميتو من هنا، وكنجرو كتعطينا عقدة البداية. هذه هي العقدة، هذه ديال اكس، هذه الطريقة الاولى. نعاود معكم باش تفهموا. كنشدو الخيط هاد الصباع جوج كنهبطوهم، كنشدو هاد جوج صباع الاولين، كنلوو الخيط كنلوه من الفوق كتعطينا اكس، كنشدو الكروشي كنجرو الخيط من التحت كتعطينا عقدة. هذه هي عقدة البداية. غنعاود معكم الطريقة الثانية، هذه غتجيكم ساهلة. كنشدو كروشي على اليمين بحال هكا، يعني بحال كتشدي القلم، كتلوي الخيط على الكروشي كتجري، وكنشدو الخيط على هاد الصباع الاول ودوك كنهبطو وكنلوي الخيط على الكروشي وكنجرو، كتعطينا هاد العقدة. غنعاود معاكم. كتشدو كروشي بحال شادين القلم. كاينه واحد الطريقه الثانيه، يعني بحال شاده الموس بحال هكا. كتشدي الخيط كتلويه كتشديه على اليسار، كتشديه بهاد جوج صباع وكتلوي بحال هكا وكتشديه على هاد الصباع وكتجري، كتعطينا هاد العقده. اللي ما فهمات شي حاجه تقول لي في التعليق ونجاوبها ان شاء الله.
غنبداو السلسله. كتشدي الكروشي بحال شاده ستيلو، هاد الخيط شويه كتشدي فيه شويه كتطلقيه وكتلوي على الكروشي وكتجري، كتشدي كتلوي الخيط على اليسر في الصبع اليسر، كتشدي هنا كتلوي الخيط على الكروشي كتجري. عطاتنا حلقه، هذه هي العقده الاولى. تعطيني سلسله، كنلوو الخيط على الكروشي وكنجرو، تعطيني سلسله، كنلوو الخيط على الكروشي كتعطيني 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 سلسله. غنعاود معاكم باش تفهموا. كنشدو كروشي بحال القلم، كنشدو هنا الخيط، هانتوما كنطلقو شويه هنا وكنشدو على اليسار بحال هكا، كنلوو على الكروشي كنجرو كتعطينا هاد العقده. كنشدو الخيط على هاد الصباع وكنشدو بحال هكا كنجرو. هذه كتسمى عقده، ولكن غنديروها سلسله. كنلوي الخيط على الكروشي ونجرو سلسله سلسله، كنلوي الخيط على الكروشي وكنجرو. الكروشي كيبقى فيه هاد السلسله ما كيتحيدش. كنشدو الخيط على الكروشي كنلوو عليه وكنجرو، كنلوي الخيط على الكروشي وكنجرو. هاد الخيط كيبقى على هاد الصباع ما كيتحيدش، وهذا مطلوق. هانتوما كنلوي الخيط على الكروشي وكنجرو، كنلوي الخيط على الكروشي ونجرو، كنلوي الخيط على الكروشي وكنجرو، كنلوي الخيط على الكروشي وكنجرو. كنلوي الخيط على الكروشي وكنجرو، كنلوي الخيط على الكروشي وكنجرو. كتبقى كيف ما كنتي بحال هكا باش كتعطينا السلسله. هذا هو الدرس ديال اليوم، هو السلسله وعقده البدايه. يعني في الاول شرحنا عقده البدايه وشرحنا السلسله. المهم هذا هما الاساس، هذا هو الاساس ديال يعني باش كنخدموا طاقيه، كاش بلاطو، أه تقيشرات، كسيوات. يعني هذا هما الاساس باش كنبداو بهم. يعني الا ما تعلمناش عليهم يعني ما كاينش، يعني ما غتعلميش ما تعلمتيش. هذا هما الاساسيين. ان شاء الله غنبداو غرزة الحشو، هي اللي مبنية على غرزة السلسلة، وغتكونوا تعلمتوها مزيان. ان شاء الله غتخدموا غرزة الحشو اللي تابعه ان شاء الله في الدرس الثاني. كنتمنى تكونوا استفدتوا، وإلا كنتوا استفدتوا اي حاجه عملوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. واللي ما فهماتش شي حاجه تخلى لي في التعليق ونجاوبها ان شاء الله. وان شاء الله في درس جديد وهي غرزة الحشو.